بفكر عراقي كانت الانطلاقة المتواضعة، انطلاقة عبر الزمان والمسافات، وفي وقت ليس ببعيد كانت البداية الموفقة من هذا المكان، من شركة الصناعات الحربية العامة، وفي ظل الظروف الأمنية والمالية الصعبة التي مر بها العراق، وبشعور مليء بالمسؤولية والوطنية، باشرت الخبرات العلمية الوطنية، وعلى رأسهم الدكتور المهندس مظهر صادق سبع التميمي. العراق بلد محط أنظار وأطماع أعداء الكثيرين على مر التاريخ. نعرف ايش قد تعرض العراق إلى عدوان، ولهذا علينا أن ما نترك بلدنا ضعيف، وكان يتطلب من عندنا جميعا ومن كل الخيرين في هذا البلد، وخصوصا بعد التغيير اللي حصل بال 2003، أن تتوجه الأنظار لبناء صناعة حربية. إذ بدأوا بإعادة وتطوير الصناعات الحربية في العراق، وفي نهاية عام 2015 تم تنفيذ الدراسات والتصاميم الهندسية للمنتجات الحربية بأسبقيتها والمنطقية، بدءا بالأعتدة الخفيفة والمتوسطة وصواريخ المدفعية عيارات 107 ملم الكاتوشا و122 ملم جراد و426 ملم اليقين واحد ذو القوة التدميرية الكبيرة، وقنابل الهاون بمختلف عياراتها 60 ملم 81 ملم 82 ملم و120 ملم، والقنابل الجوية ذات الزناد 100 كيلوغرام و250 كيلوغرام و400 كيلوغرام. ومن أهم منتجات شركة الصناعات الحربية صاروخ اليقين 1، صاروخ اليقين 2، صاروخ اليقين 3، واللي تصل مداياتها إلى 15 كيلومتر و25 كيلومتر و35 كيلومتر على التوالي، وتحمل رؤوس حربية كبيرة 250 كيلوغرام، 350 كيلوغرام، 550 كيلوغرام، 750 كيلوغرام، 1050 كيلوغرام، وحسب الحاجة الميدانية اللي يقدرها القائد الميداني. وإن هذه الصواريخ تم وضع المعرفة والتصاميم بأيدي عراقية 100%، وقد توجت التجارب الأولية للفحوصات بنجاح كبير. وهناك العديد من المصانع التابعة لشركة الصناعات الحربية العامة والتي تعمل بتكاملية تخصصية. مصنع ابن سينا، منذ ارتباط هذا المصنع ضمن شركة الصناعات الحربية العامة، بعد الجهد العظيم تمكنا من الانطلاق الصحيح لتأسيس المنتجات الحربية، ومنها كافة أنواع البارود الدافع، خط الإملاء الريادي لقنابل الهاون والرؤوس الحربية، خط إنتاج الحشوة الأساسية لقنابل الهاون، خط الحشوات الثانوية لقنابل الهاون، والإسناد التحليلي والسيطرة النوعية لجميع المصانع الأخرى. ومن أهم الاختصاصات لمصنع ابن سينا البحث والتطوير الحربي، وزيادة تركيز حامض النتريك وجعله مناسبا للصناعات الحربية الكيميائية، والمنظومات الريادية التي تدخل كمواد أولية في إنتاج مختلف أنواع البارود والمواد المتفجرة، وتحضير المواد المتفجرة القاسمة MHM PETN TNP. مصنع بدر، وهو مصنع متخصص بصناعة القوالب والعدد، ويقوم المصنع حاليا بتشكيل وخراطة الأبدان المسبوكة لمعظم المنتجات الحربية، وكذلك المجمعات الذنبية للمقذوفات. وإن هذا المصنع مجهز بمكائن وتكنولوجيا حديثة ومبرمجة. وما زلنا داخل مصنع بدر وقسم مكائن التفريد المبرمجة.
وهذه الماكينة تستطيع استخراج تشكيلات ذات دقة عالية. مصنع الرشيد، حيث يقوم مصنع الرشيد بصناعة صواريخ المدفعية ومنها الصاروخ عيار 107 والصاروخ 122 ملم. وفريق عمل متميز للفحص والوصول بالمنتج لأعلى جودة. ومصنع الرشيد يمتلك محطتان، الأولى للفحص المقيد للصواريخ، والثانية للإطلاق الحر للصواريخ. مصنع عقبة بالنافع، وفي هذا المصنع أيضا يتم خراطة أبدان قنابر الهاون، وكذلك أيضا المجمع الذنبي لها ولعدد من العيارات. ويقوم مصنع عقبة أيضا بصناعة مدافع الهاون لعدد من العيارات كعيار 60 ملم و82 ملم، والتي تم صناعة النماذج الريادية لها. وبهذا المصنع أحدث المكائن الرقمية للخراطة وتحديد الأبعاد وتصنيع أجزاء القنابر الجوية. مصنع النهروان شركة الصناعات الحربية العامة، حيث يتخصص مصنع النهروان بصناعة الصواعق أو الصمامات الخاصة بالصواريخ وقنابر الهاون التي تقوم الشركة بصناعتها. مصنع الكرامة، ويقوم مصنع الكرامة بإنتاج القنابر الجوية وصواريخ اليقين، حيث يمتلك هذا المصنع خط من المكائن المتطورة جدا للحام الأرجون الأوتوماتيكي، والمصنع لديه خبرة طويلة بمجال صناعة الصواريخ والصناعات الحربية. مركز الفحوصات اللا إتلافية NDT في مصنع الكرامة. يقوم مركز الفحوصات اللا إتلافية بتوفير الخدمات الهندسية الكاملة لعمليات الفحص والاختبار بأحدث الأجهزة وبإشراف مهندسين وفنيين حاصلين على شهادة الفحص بجميع مستوياتها والمعايير الدولية في المجالات النفطية والصناعية لضمان الجودة والسلامة الإنتاجية العالية. وتشمل هذه الفحوصات الفحص بالأشعة السينية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، الفحص بالدقائق المغناطيسية، والفحص بالسوائل النافذة، الفحص بالتيارات الدوامة، الفحص بطريقة التسريب، اختبارات فحص السماكة، اختبارات قياس الصلابة، الفحوصات النظرية. وحصل المركز على شهادة الجودة الآيزو 17025 2005. وحرصا على تطوير الدائم يعقد المركز دورات تدريبية للارتقاء بالمهندسين والفنيين في مجال الفحوصات. مصنع جابر بن حيان، وهذا المصنع يقوم بصناعة الأقنعة الوقائية من الغازات الكيميائية والتي تستخدم من قبل قواتنا المسلحة. مصنع الربيع، يقوم مصنع الربيع بتصنيع المجمع الذنبي لجميع العيارات لقنابر الهاون.
ومن أهم ما يقوم به مصنع الربيع صباغة جميع منتجات الشركة من صواريخ وقنابر، حيث يمتلك المصنع خطا كامل للطلاء الحراري. حيث تمر المنتجات الطلاء بنظام آلي ودقيق. وفي هذه العملية تمر المنتجات الحربية عبر حزام ناقل، بداية من مرحلة الغسيل ودخولا لخط الطلاء الحراري الخاص بطلاء القنابر والصواريخ وجميع منتجات الشركة. وبعد ذلك إلى الفرن الحراري الذي تصل حرارته إلى 200 درجة مئوية للتثبيت، حتى تأخذ علامة شركة الصناعات الحربية وصولا إلى الشكل النهائي للمنتج قبل نقلها وتعبئتها بالمتفجرات في مصنع تبوك. مصنع تبوك. ومصنع تبوك هو المكمل النهائي لمنتجات شركة الصناعات الحربية العامة، حيث يقوم هذا المصنع بتعبئة المواد المتفجرة لجميع منتجات الشركة لكونه متخصص بهذا المجال، حيث يقوم بتعبئة صواريخ اليقين والقنابر الجوية وقنابر الهاون بالمواد المتفجرة. ومن هنا تكون انتهت رحلة التصنيع، ومنها تنتقل المنتجات إلى مخازن الشركة العامة للصناعات الحربية، حيث توفير ما يلزم لقواتنا المسلحة العراقية. وكل هذا الصرح الضخم والكبير من المصانع لديه كوادر هندسية ومشرفين للعمل الدائم لصيانة المكائن وتطويرها. وفي تناغم تعمل شركة الصناعات الحربية العامة بداية من الإدارة المتميزة والأجهزة التكنولوجية الحديثة والماكينات والمهندسين والعاملين أصحاب الخبرات العالية. يعمل بروح وطنية بداية من التصميم إلى التشكيل والتنفيذ، حتى نرى هذه المنتجات الحربية بشكلها النهائي. من شركة الصناعات الحربية العامة، من هنا كانت البداية للانطلاق بنجاح نحو مستقبل أفضل. مقصد رقم واحد. جماعة الصاروخ والقادة جاهزين. انسحاب. تم الانسحاب من موقع الطائرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ. ومن الميدان تمت عملية إطلاق صاروخ اليقين بنجاح ساحق، وتم الإطلاق بيد الدكتور المهندس مظهر صادق سبع التنين المدير العام للشركة، وفي حضور بعض القادة العسكريين. شركة الصناعات الحربية العامة بسواعد عراقية نصنع الإنجاز والتنمية. الشموخ للإعلام.